السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم الكيكة الجميلة دي، كيكة البرتقال. طبعا احنا في موسم البرتقال، يعني استغليه بقى في الكيكات الجميلة دي. حاجات مغذية كده في منتهى الجمال. شايفين الكيكة بسم الله ما شاء الله قد ايه هشة وطرية، في منتهى الجمال. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بقى أنا معايا المواد الجافة. معايا 3 كوبايات من الدقيق، هانزل عليهم بمعلقتين هرميين من النشا، والنشا هنا بيخلّي الكيك ناعم كده وجميل. هانزل بربع معلقة كده من الكربونات ورشة من الملح. كمان هانزل بباكو بيكنج باودر. بعد كده بقى رايحة أقلّب المقادير الجافة كلّها كده مع بعضيها. وفي الأول أنا ناخلة الدقيق، لإن كل ما تنخلي الدقيق بيدّيكِ نتيجة أفضل. بعد كده بقى معايا الطبق هانزل فيه ب3 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. هانزل كمان بالفانيليا سواء بودر أو سائلة. معلقة كده من الخل. هاضرب البيض بقى لحد ما يبقى معانا هش وحجمه يتضاعف بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بعد كده بقى هانزل بالسكر تدريجيًا، وانزلي بالسكر تدريجيًا علشان ما يهبطش معاكِ البيض ويحرقه منِّك. بعد طبعًا ما بانزل بالسكر تدريجيًا، بيكون معاكِ بقى نُص كوباية من الزيت. هانزل بقى بنُص كوباية من الزيت سرسوب كده مع الاستمرار في الضرب. كل بقى ما تضربي أكتر بيدّيكِ نتيجة أفضل. لحد بقى الحجم ما يتضاعف بالشكل ده. بعد كده معايا كوبايتين من عصير البرتقال، هانزل بكوباية ونُص الأول، والنُص التاني هانزل بيه في الآخر. أدي كوباية، هانزل كمان أدي نُص كوباية. نزلت بقى بالعصير مع الاستمرار في الضرب. بعد كده بقى هاجيب المواد الجافة، هابدأ أنزل بالمواد الجافة تدريجيًا. بتمسكي بقى ال المصفى كده السلك دي، وتبدئي تنزلي بمعلقتين 3 وتضربي بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. كل ما نزلتِ بيه تدريجيًا بيكون أفضل، والكيك ما بيكتمش معاكِ. بعد طبعًا ما نزلت كده بالدقيق، نزلت بنُص كوباية العصير الأخيرة. تبدئي بقى تقلّبي بالراحة كده من تحت لفوق كده بالسباتولا بقى، وبدأت أجيب عشان لو في دقيق من تحت لفوق. بقى شايفين بقى الخليط بيكون بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بعد كده معايا الصينية، أنا دهنتها كده بالسمنة وبدّرتها بالدقيق. نزلت فيها بالخليط الكيك بسم الله ما شاء الله. شايفين الخليط بيبقى في منتهى الجمال بالشكل ده. بعد كده بقى خبطتها خبطتين عشان لو فيه هوا وفراغات كبيرة في الكيك نبدأوا نخرّجوها. في الوقت ده أنا مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180، دخّلتها من 30 ل35 دقيقة. بتطلع معاكِ بالشكل الرائع ده. شايفين بقى فاتحة من فوق ولا أي حاجة. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.